يعني مع انطلاقة المنافسة ومع انطلاقة التباري من يا ترى سيكون السباق للتهديف. هناك حاسيس عديدة تراود المشجعين المناصرين، كما هي أيضا تراود اللاعبين الذين يدخلون لرقعة الميدان والذين يبحثون عن إمكانية بصم مباراة اليوم بأسمائهم، وأن تكون لهم بصمة خاصة على مستوى التسجيل وعلى مستوى التهديف. إذا المقابلة المرتقبة بعد ثواني فقط، والتي ستأتي تعلن عن بداية التنافس والتباري بعد صراع دام في أكثر من 134 لم ينهزم هذا الموسم. أعطيت في هذه اللحظات انطلاقات المقابلة. الرياضي بالقمصان البيضاء من اليمين إلى اليسار السادة المشاهدين، وفريق الرجاء الرياضي بالقمصان الرسمية الخضراء. تعامل مع هذه الكرة الثابتة، ترفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، تحضير تطير. لاحظوا الانطلاقة، بداية ديال التمرير يحيى جبران بين فين أخرى، كرة أمامية طويلة مباشرة، يحافظ على الكرة ديالو، يراوغ تمريرة، دخول داخل منطقة الجزاء، تصويبة. أول محاولة من جانب فريق الوداد الرياضي عن طريق سيف دين بورا، اللي حاول ما أمكن أنه يمشي للكرة ديالو، صوبها برجله اليمنى. مع هذه الكرة تمريرة تنفذ، كرة في القائم الثاني، الانزال، محاولة مباركة، كرة رجوية من الجهة اليمنى، يسري بوزوق يلعب هذه كرة تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، فرصة تصويبة ومباشرة إلى خارج خط الخلفي للملعب بعد الصعود اللي كان من جانب أمين أبو الفتح. ونشوفوا هنا أيضا ضائعة تعود لأدم النفاتي، أدم النفاتي تمريرة مطولة، ولكن الأقرب هو يقل من عدد الأخطاء، وأيضا يبحثوا على الفرص. كرة في الخط الأمامي، أمامية ممتازة، والحارس في المكان المناسب. البحث على أدم النفاتي، أدم النفاتي تمكنش من الكرة ديالو أمام رجوية، دخول داخل منطقة الجزاء لفريق الرجاء كيندافع على المستوى الخط الأمامي، تمريرة بخارج قدم بولكسوط، تمريرة عرضية جانبية ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. كان الحل هو لاعب الكرة على يسري بوزو، مراوغة، تمويه جسدي، الكرة لم يكتب، حكم يقول الكرة لم تغادر في آخر المطاف. كان تدخل يحيى جبران، سقط على أرضية الملعب، تأتي المخالفة. تنافس قوي، ندية قوية بين المبارك، حافظ على الكرة ديالو أمامية، كرة تنفذ من جانب العمري، لعبت بهذه الطريقة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي. قبل ذلك هنالك الصافرة، سقوط سامبو، يسري بوزوق، هل كان هناك خطأ؟ الجهة اليمنى، تمريرة أمامية مطولة بعيدة، الأقرب، ندية كبيرة جدا. وفي آخر المطاف هنالك تدخل، أول بطاقة تشار في مباراة اليوم، أمين أبو الفات، أو الانطلاقة اللي كانت من جانب إبراهيم على مستوى الخط الأمامي. لاحظ الآن هشام بوسفيان السلام، كرة أمامية، تمريرة عرضية جانبية، لو أن مرات كان بإمكانها تحمل جديد، تمريرة عرضية جانبية من بولكسوط، والأسرع والأقرب المطيع في المكان المناسب. تمريرة أمامية، محاولة نوفل الزروني، تمريرة ديالو داخل منطقة الجزاء، فرصة تغطية ديال الدفاع، كنا نعتبروها أبرز محاولة يعني حتى الآن بعد مضي تقريبا 29 دقيقة على انطلاقة المقابلة. الكرة الماضية اللي جات من جانب العمري، صابر بوغرين، ميدي بومباريك، تصويبة ديالو، ولكن مباراة مناسبة على مستوى الخط الهجومي. الرجاء الرياضي حتى هذه اللحظة كرة من الهجم، بولكسوط، عملية هجومية ومحاولة، هناك تدخل ادم الفتي، يرفع لي كرة داخل منطقة الجزاء، تغطية من جانب الدفاع من جديد لصالح هذه تمريرة جيدة، فرصة من جانب نوفل الزروني، ولكن هناك راية مرفوعة من الحكم مساعد، وصافرة مسموعة من حكم الساحة معلنة عن تسلل لصالح صابر بوغرين. يرفع هذه كرة أمامية مباشرة، الانطلاقة الهجومية، كرة رجوية، دخول داخل منطقة الجزاء، تمرير داخل منطقة الجزاء، والحارس يصد، ثم تعود من جديد ودادية. قبل ذلك هنالك راية مرفوعة، حكم يعلن على مغادرة الكرة للخط الخلفي للملعب، زاوية لصالح فريق الوداد الرياضي. كرة تنفذ، تحضير على الكرة ديالو من جديد عند ادم الفتي، تصويبة مباشرة، صامبو داخل منطقة الجزاء، كرة أمامية مطولة ومباشرة إلى خارج. هنا كرة تنفذ في القائم الأول مباشرة، حافظ على الكرة ديالو،
يبحث عن تمريرة، يختار كرة مطولة للأمام مباشرة. ممتاز صابر مورين، تمريرة عرضية جانبية، هدف، هدف بنيران صديقة، هدف لم يكن أحد يتوقعه بهذه الكيفية، هدف يأتي ليعلن الرجاء هو المتقدم في مباراة اليوم. كيف لعبت، كيف جاء هذا الهدف، كيف جاء الهدف، الطريقة ديال التمرير العرضي الجانبي، ثم بعد ذلك وضع الكرة في المرمى. غادي نشوفوا الإعادة والعمل، كل العمل اللي صابر بوغرين قام بمراوغة جيدة جدا. الوقت اللي الطريقة ديال التمرير العرضي الجانبي، ابراهيم يضع الكرة في المرمى. شوفوا هنا صابر بوغرين نزل الكرة ديالو، بعد ذلك قام بمراوغة فريدة جيدة. لاحظوا تمريرة عرضية جانبية بهذا الشكل هذا، ثم يضع الكرة في المرمى. اللاعب كبيرة، تمريرة عرضية، نعم، تمريرة بعيدة كل البعد مباشرة إلى خارج الذي يواصل البحث والعزيمة من الجهة اليسرى. عملية هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء ويحصل على الزاوية. كرة تنفذ في القائم الأول راسية، مستمر الخطورة. سريبوزوق، تمريرة ديالو أمامية مطولة، ولكن الأقرب دفاع طويلة. هذه كرة زيد الانطلاقه، هجمه، محاوله اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، تمريره عرضيه جانبيه، فرصه والهدف. ثاني الهدف للرجاء اليوم. زريده يضع الكره في المرمى، معلن عن الهدف الثاني للرجاء في ديربي الوداد والرجاء. نعم، زريده يغير العنوان، يغير النتيجه. هدفان مقابل لا شيء. نظره ومتابعه من جانب زين باور. تنتهي البقيه اكيد انهم سعداء بما تم تحقيقه في العملية الماضية. هذه لقطة تختزل أشياء عديدة من فوزي البنزرتي الذي يظهر على أنه تلقى الهدف الثاني القاسي الصعب. شوفوا هنا اللقطة، غياب التسلل على مستوى بناء هذه العملية الهجومية. الانطلاقة السريعة من جانب يسري بوسوق، تمريرة بالمقاس، زريدة يضع الكرة في الشباك، معلن عن ثاني الأهداف في ديربي البيضاء الذي يلعب في المحمدية. محاولة هجومية، تمريرة داخل منطقة الجزاء في آخر كرة تنفذ، تحضير من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. حمود، تحضير رأسية ممتازة بالطريقة وبهذا الشكل، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر السجين المجردة. لاحظوا كيف جاءت هذه العملية، هذا الانسلال وهذا الاندفاع الخط الأمامي. عملية تأتي من جانب نوفل الزروني، أخذ المراد يسري بوزوق، الانطلاقة، تصدي على أرضية الملعب. زريدة حاول ما يمكن أن ينطلق، ومين أبو الفتح حاول. إذا الصافرة تأتي من الحكم. زروني يتقدم تصويبا.